نتمنى الحقيقة يعني أن تعطى الجهات الأمنية يعني فرصتها لاستكمال عملها الأمني، لأنه دائما ما يعني يخلق الحقيقة تصوير ونشر العمليات الأمنية عن تنفيذها، يعني أولا يعرض سلامة رجال الأمن لأي مخاطر الحقيقة، لأنه في الوقت اللي تنشر فيه عملية أمنية أثناء مداهمة وكر على سبيل المثال أو محاولة القبض على شخص، إنما أنت أيضا تزود من يساند هذا الشخص أو من يعني من يرتبط مع هذا الشخص في ذات الخلية أو في ذات النشاط، مما قد يدفعه طبعا لمحاولة الحقيقة الإضرار برجال الأمن بأن يعني تعرف من يأتي من للأسف يعني بعض الأحيان طبعا نشر من هذه المعلومات أيضا يعطي مثل هذه العناصر الفرصة للتواري عن الأنظار والاختفاء عن الأنظار، وقد يكون هذا يعني واحد من الأسباب اللي جعل العملية ذي يعني تأخذ 5 أيام، يعني بدل ما نحقق النتائج اللي كانت يعني مرجوة من وراء العمليات الأمنية في يوم أو يومين، استغرقت 5 أيام، لأنه فعلا يعني كان هناك أحيانا بعض يعني المعوقات للوصول لبعض الأشخاص اللي تأكدنا الحقيقة من ارتباطهم من هذه الخلايا، ولكن بعون الله وتوفيقه تمكن رجال الأمن في نهاية الحقيقة من عموم المواطنين والمقيمين يعني مراعاة الجوانب الأمنية، عدم التسرع الحقيقة في نشر معلومات يعني عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالعمليات الأمنية اللي يتم يعني خلالها مطاردة مطلوبين أو مداهمتهم في أوكارهم.